ازيك يا علي؟ انا نور. لو بتسمع الريكورد ده دلوقتي في الغالب انا يا مت يا مش قادر اوصل لك بشكل شخصي. حكايتي غريبة شوية بس لازم تسمعها مني. انا في يوم عادي صحيت الصبح على صوت نوتيفيكيشن من موبايلي. فتحت الموبايل، لقيت ابلكيشن جديد متحمل. شكله غريب، ايقونة لونها اسود، مفيش عليها اي حاجة، مكتوب عليها رسائل. طبعا استغربت، ازاي وانا نايم احمل ابلكيشن؟ قلت يمكن تحديث جديد نزل. دخلت بصيت على الابلكيشن، مفيهوش اي حاجة. حاولت امسحه، برضه مفيش. دخلت تاني، قلت يمكن في حاجة ممكن اتك عليها ولا حاجة. لما فتحته المرة التانية اتفاجئت بشاشة سوداء فيها رسالة واحدة بس: صباح الخير يا نور، ازيك النهاردة؟ حسيت ان جسمي اشعر. مين ده ولا ايه ده؟ حد بيراقبني؟ لقيت في مكان ان انا اكتب تكست فيه. كتبت مين معاه. الرد جه فوري وفي لحظتها. لقيت مكتوب: انا جارك اللي ساكن قصادك، بالظبط في الشقة اللي قدام بلكونتي، في شارع المرغني، عمارة من 12، شقة 7. ده عنواني بالظبط، وانا فعلا عندي شقة قدام بلكونتي. بس دي شقة مهجورة بقالها سنين. قررت اشوف الشقة اللي قدامي بنفسي من البلكونة، يمكن فيها حد